السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي من سهير، عاملين ايه؟ تالتة اعدادي، الشهادة، البابا، الخوف، مش عارف ايه. انا حابة اعرفكم على نفسي. انا من سهير رضا، مدرسة العلوم والفيزياء. بإذن الله هكون موجودة معاكم على اليوتيوب. هينزل لكم شرح للمنهج كامل، ربنا يقدرني يا رب يا رب، ادعولي. شرح المنهج كامل. انا مش هشتغل من المذكرة بتاعتي علشان بس خاطركم انتوا، لان كذا حد كان بيقول لي يا مس احنا بنشتغل من كتاب ايه؟ كتاب الامتحان. فخلاص انا قلت مش مشكلة، انا هشتغل معاكم من الكتاب ونمشي بترتيب المنهج عادي جدا. هنشرح الدرس وهنحل عليه وهنحل محافظات وهنعمل كل اللي احنا عايزينه. هنتابع اول باول. طب هتتواصلوا معايا ازاي؟ عن طريق رقم تليفوني في اخر الفيديو هقوله لكم. هنعمل ايه؟ زي ما قلنا هنمشي. انا مش هاخر عليكم الفيديوهات، كل مثلا يومين هينزل لكم فيديو لدرس جديد، نخلص على طول وحده ونحل ونراجع عليها، وهنعمل كل اللي نقدر عليه بحيث ان احنا نبسط المعلومه. هيكون فيه باذن الله تجارب كمان موجوده ليكم، فانا كل حاجه هقدر اعملها لكم هعملها لكم. طب انتوا عليكم ايه؟ عليكم مذاكره. انا مش طالبه منك حاجه ولا منك حاجه غير ان انت تركز في الفيديو، تذاكر كويس جدا. انا باذن الله باذن الله ايه اللي هقوله لك والله الامتحان ما هيطلع براه، عشان بس محدش يقول ايه ومش ايه واتحبس كده. لا، كل الفكره ان خشوا على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك اسمها سهير رضا عادي جدا، وشوفوا انزلوا لحد ما كنت منزله الامتحان بتاع تالتة اعدادي سنه 25 اللي خلصت دي. كان الامتحان كوبي بيست من اللي انا قايلاه. هي اجتهاد وتوفيق من عند ربنا في الاول وفي الاخر. فانا كل اللي طالبه تركيز، مذاكره اول باول، ودعوه حلوه ليا بقى على المجهود الجبار اللي انا عاملاه معاكم ده. انا من جدعانه معاكم، جدعانه مش مع حد. طيب خلونا نبدا بقى على طول في المنهج ونقول بسم الله. يلا بينا. انا عندي اول درس اسمه الحركه في اتجاه واحد. واحده واحده بقى نعرف يعني ايه حركه، يعني ايه الحركه في اتجاه واحد، بتاع ما بيكبرش وما بيصغرش وبدايه زي العسل. يلا الحمد لله. قال لي الاول انا عندي حاجه اسمها السكون وحاجه اسمها الحركه. طيب ايه هي مس السكون وايه هي مس الحركه؟ السكون معناها ان انا ثابته اهو. هنجيب حاجه ساكنه نجيب حاجه بتتحرك. في ده هي رينج لايت. المهم تفهموا رينج لايت طولي ماشي، يعني اقفي جنبي كده. طيب الرينج لايت كده هي حاجه ثابته، حاجه ما بتتحركش. موضع السكون بتاعها، الموضع اللي هي واقفه فيه ده ما اتغيرتش من مكانه، هي واقفه عند نقطه وثابته عندها. طب انا جسم متحرك، انا اهو عماله اتحرك براحتي. انا جسم متحرك. يعني ايه جسم متحرك؟ قال لي بصوا كده، حاله السكون الجسم بيظل بموضعه بمرور الزمن، يعني الوقت عمال يمر ودي ثابته في مكانها اهو. طب لا، انا بتحرك. ايه الحركه دي بقى؟ قال لي الموضع عمال يتغير بالنسبه لموضع الحاجز او الجسم الثابت. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي ده جسم ثابت اهو، انا هنا واقفه، المسافه بيني وبينه الحته دي، عايزه اعرف ان انا اتحركت ولا ما اتحركتش. اهو بصوا المسافه بيننا بقت قد ايه؟ بقت بعيده. فانا كده اتحركت. اتاكدت منين ان انا اتحركت؟ لاني بعدت عنه. يبقى الحاجه الثابته هي اللي عرفتني ان انا اتحركت. يبقى انا عندي جسمين، جسم ساكن وجسم متحرك. ثانيه واحده. طيب تاني، عندي جسمين، جسم ساكن وجسم متحرك. الساكن هو الجسم الذي لا يتغير موضعه بمرور الزمن. طب الجسم المتحرك ده الجسم اللي بيتغير موضعه بمرور الزمن، من نقطة بداية لنقطة نهاية. يعني أنا اتحركت من هنا لهنا، نقطة البداية اهي، نقطة النهاية اهي. طيب جه قال لي اهو الحركة. يعني ايه بقى الحركة نفسها؟ قال لي يعني تغير موضع الجسم، موضعي بيتغير بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن. بمعنى السبورة دي ثابتة اهو، أنا واقفة هنا عند أولها، كده بقيت عند نصها. الدليل إن أنا اتحركت السبورة، بقيس عليها. أنا كنت هنا بقيت في النص بتاعها، يبقى أنا كده اتحركت. يبقى الحاجة الثابتة دي دليل الحركة بتاعي. طيب عارفين هقول لكم ايه؟ يعني انا كنت بقولها للعيال زمان ايه بقى؟ اقول لهم غمضوا عينيكم. شايفيني فين؟ يلا غمض كده يا حبيبي، غمض. كله يغمض بجد، ما بهزرش.
طيب فتح عينك. ها مصر اتحركت ولا ما اتحركتش؟ اتحركت. عرفت منين؟ اصلك يا مس كنت واقفه عند نص السبوره بقيتي واقفه عند اخرها، يبقى انت كده عملتي حركه، ودليل الحركه هي السبوره، هي الجسم الثابت. طيب قال لي انا عندي حاجه اسمها الحركه في اتجاه واحد. قال لي الجسم هنا بيتحرك في مسار واحد، يعني انا بتحرك اهو من هنا لهنا. طيب المسار ده ماله؟ قال لي ممكن يبقى مستقيم او منحني او كلاهما، يعني انا ممكن امشي على طول في خط مستقيم من النقطة دي للنقطة دي، أو ممكن أمشي من النقطة دي للنقطة دي بس في مسار منحني، أو ممكن الاتنين مع بعض، اتنين في واحد. إزاي؟ أمشي حتة مستقيمة وحتة منحنية وأوصل في الآخر لنفس النقطة اللي أنا عايزة أوصل لها. في مشاكل؟ طيب قال لي مثال على الحركة في اتجاه واحد زي المترو بيمشي من نقطة لنقطة، زي القطر وهكذا. ماشي. قال لي هنا هناخد حاجة اسمها السرعة. يعني ايه بقى السرعة؟ أنا دلوقتي بقول فلان سريع، فلانة بطيئة. سريع أو بطيء، كلمة سرعة دي جت من ايه؟ أو بناء على ايه أقولها؟ أنا دلوقتي واقفة وهي سنة تالتة، جريت لبره، خدت ثانية، من هنا للباب خدت ثانية. واحدة تاني جت وقفت ومن هنا للباب خدت ثانيتين. احنا مشينا نفس المسافة من هنا للباب، انا خدت ثانية واحدة هي خدت ثانيتين، يبقى انا اسرع منها. يبقى انا عندي السرعة علشان اعرف احسبها بشوف مشيت مسافة قد ايه وخدت وقت قد ايه عشان اخلص المسافة دي. طيب قال لي تعالى كده ناخد مثال. قال لي انا عندي مثلا عربيتين، واحدة حمراء والتانية زرقاء. قال لي ايه؟ في الحالة الأولى اتحركت العربيتين أو السيارتين لمدة 5 ثانية، يعني العربيتين الاتنين خدوا نفس الوقت، الاتنين خدوا 5 ثواني. بعدين قال لي السيارة الحمراء في ال5 ثواني مشيت 100 متر، طب السيارة الزرقاء مشيت 50 متر بس. بمعنى كأني عاملة سبق، مشغلة ستوب ووتش، مشغلة الساعة وبقول يا جماعة الساعة دلوقتي مثلا 4، أول ما تيجي 4 ودقيقة هشوف مين وصل للحتة الفلانية، اللي هيوصل الأول هو اللي كسب، اللي هيمشي مسافة أكبر هو اللي كسب. نفس الفكرة، العربيتين خدوا 5 ثواني، واحدة في ال5 ثواني دول مشيت 50 متر، التانية في نفس ال5 ثواني مشيت 100 متر، فهي الأسرع. طيب قال لي هنا أهو السيارة الحمراء أسرع من السيارة الزرقاء، ليه؟ علشان مشيت 100 متر، مشيت مسافة أكبر في نفس الزمن اللي هو ال5 ثواني. طيب في الحالة التانية قال لي أنا عندي سيارتين الاتنين مشيوا 100 متر، المرة دي عربيتين والاتنين مشيوا 100. طيب الحمراء خدت 5 ثواني والزرقاء خدت 10 ثواني. تاني طريق 100 متر، عربية حمراء ماشياه وعربية زرقاء ماشياه، الحمراء خلصت الطريق كله في قد ايه؟ في 5 ثواني. طب الزرقاء خلصت نفس الطريق بس في قد ايه؟ في 10 ثواني، خدت وقت اكبر. يبقى انا عندي السيارة الحمراء هي الاسرع عشان هي مشيت نفس الطريق بس في وقت ايه؟ وقت صغير. يبقى انا عندي اهو هقول له هنا اهو هقول له السيارة الحمراء أسرع من السيارة الزرقاء لأنها استغرقت زمن أقل، وقت قليل في قطع نفس المسافة. يبقى تاني أنا عندي حالتين، يا إما إن أنا أمشي مسافة أكبر في نفس الوقت، أو إن أنا أمشي نفس المسافة بس آخد وقت إيه؟ قليل عشان أقدر أقول إن أنا عندي سرعة أكتر من الحاجة الفلانية. طيب قال لي هنا بقى عايزة إيه برضو من الكلام ده؟ عرفنا إن الحمراء سريعة والزرقاء بطيئة، ماذا بعد؟ هقول لك انا دلوقتي مش باخد ده عشان اقارن بين لونين عربيه، ملهاش علاقه، انا باخد ده عشان اعرف كلمه سرعه قلتها بناء على ايه؟ بناء على المسافه اللي العربيه مشيتها والوقت اللي هي خدته. يبقى انا عندي لما اجي اقول كلمه سرعه معتمده على حاجتين، المسافه والزمن. يبقى انا عندي اي سرعه معتمده على حاجتين، المسافه اللي همشيها واخد وقت قد ايه، يبقى معتمد على المسافه والزمن. طيب قال لي اهو السرعه معتمده على المسافه والزمن، المسافه اللي هيقطعها الجسم يعني اللي هيمشيها، والزمن اللي هياخده عقبال ما يمشي المسافه دي. قال لي يبقى احنا عايزين نعمل قانون، نجيب البورد كده،
طيب هنعمل ايه بقى؟ قال لي عايزين نعمل قانون. احنا قلنا عشان نقول كلمة سرعة، استنى عشان قلت عشان اقول كلمة سرعة معتمدة على ايه وايه؟ مسافة وزمن. طيب القانون هعمل فيه ايه؟ قال لي السرعة بتساوي المسافة على الزمن. طيب قال لي كل حاجة فيهم عايزين نختصرها. يا مس احنا بنصدع، الله يكرمك انا لا قادر اكتب سرعة ولا مسافة ولا زمن، اختصري لي. اقول لك عين. السرعة اختصارها عين، مسافة اختصارها ف، الزمن اختصاره زين. يبقى انا عندي عين اللي هي السرعة بتساوي، ايوه سامعاك، ف على زين. طيب بيجي في الاسئلة ازاي؟ يقول لي مثلا جسم قطع، اثبت يلا، قطع مسافة 20 متر في زمن 5 ثواني. اداني المسافة واداني ايه؟ الزمن. عايز نحسب السرعة. يلا كده قال لي اهو احسب السرعة. يلا قانون السرعة، السرعة بتساوي، اكتب القانون ما تكسلش بس انا مكسلة. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. المسافة بكام؟ ب20. الزمن مدهوني بكام؟ ب5. 20 على 5 فيها 4. السرعة بقى اكتب جنبها هنا ايه؟ الوحدة بتاعتها. قال لي خد الاتنين دول، مش انا قايلة هنا اهو السرعة بتساوي المسافة على الزمن. طب المسافة متقاسة هنا بايه؟ بالمتر، على الزمن بتقاس بايه؟ بالثانية. يبقى انا عندي الوحدة متر على الثانية. دي كده على دي هي لو انا عملتها متر اهو على الثانية كده هي تمام. وس اختصار لثانية وميم اختصار لمتر. طيب تعالوا كده نصعب الموضوع اكتر. احنا القانون بتاعنا يلا قلنا ايه اهو، القانون فوق اهو نزل عين بتساوي فيها على زين. قال لي نعمله في شكل مثلث عشان ما نتلخبطش. اللي فوق يفضل فوق، يبقى هنا المسافة فوق، واللي تحت تحت. يلا كده لو انا عايزة عين اهو هتساوي ف على زين. خلاص عرفنا سرعة بتساوي مسافة على زمن. طب لو انا عايزة المسافة خبيها عين في زين، يبقى عين السرعة في الزمن. طب لو أنا عايزة الزمن ف على عين، يبقى الزمن بيساوي مسافة على السرعة. في مشاكل كده أنا طلعت 3 قوانين من نفس القانون. طيب بسم الله تعالوا ناخد بقى مثال أصعب. مثلا احسب المسافة التي قطعها جسم، ماشي انا بختصر، لجسم مثلا سرعته 2 متر كل ثانية والزمن بتاعه 2 ثانية. يلا كده انا بحسب ايه؟ مسافة اهو تساوي ايه في ايه؟ عين في زين. يبقى ف بتساوي عين في زين. عين بكام؟ سرعته 2 في زين بكام؟ ب2. 2 في 2 ب4 شطور. ف مسافة، المسافة بتتقاس بالمتر. طيب لو قال لي زمن عادي فيها على عين والرقم اللي يطلع هكتب جنبه ثانية. طب يا مس سهير هو انا دايما هكتب متر وثانية ومتر كل ثانية بس مش هغير؟ هقول لك لا، هنغير على حسب ايه؟ يعني مثلا انا من هنا لهنا هتحرك متر في الثانية اهو، متر في الثانية. طب لو عربية هتتحرك متر، في عربية تمشي من هنا لهنا وتقف، عربية بتمشي كيلو متر. طب الكيلو الكبير ده في ثانية
لا، في ساعة. يبقى أنا عندي وحدات كتير أهو. بصوا واحدة واحدة ناخد كل حاجة وناخد الوحدات بتاعتها. مثلا المسافة لو صغيرة هتبقى سنتيمتر. يعني ايه سنتيمتر؟ المسطرة بتبقى 1 سنتي 2 سنتي لحد تبقى 20 سنتي، يبقى صغيرة خالص سنتي. طيب كبيرة شوية زي من أول هنا لحد هنا متر. طب كبيرة خالص قال لي كيلو متر، زي ما أقول مثلا من القاهرة لإسكندرية كام كيلو. طيب بعد كده عندي الزمن لو صغير خالص ثانية، فوق الثانية دقيقة، بعد الدقيقة الساعة. يعني أنا ممكن أعمل الحاجة في ثانية أقول ثانية، أو أقول دقيقة، أو أقول ساعة، مفيش أكبر من كده. طيب بعد كده السرعة، هي دي السرعة بتساوي المسافة على الزمن. هقسم الاتنين على بعض. لو أنا مشيت متر همشي في دقيقة مثلا، يبقى هقول متر كل دقيقة. طب الأكتر والشائع أكتر، بصوا المتر أهو مشيته في ثانية، يبقى أنا همشي أهو متر، هقول متر لكل ثانية. يبقى أول وحدة للسرعة متر لكل ثانية. طيب لو أنا همشي كيلو متر بالعربية مسافرة هاخد ساعات، يبقى كيلو متر لكل ساعة. يبقى تاني وحدة للسرعة كيلو متر لكل ساعة، س اختصار لساعة. طيب يبقى تاني أنا عندي المسافة سنتيمتر كيلو متر، الزمن ثانية دقيقة ساعة، السرعة متر كل ثانية، المتر في ثانية، أو كيلو متر كل ساعة. طيب خلاص وقفنا لحد هنا. عندي حاجة بقى تانية اسمها التحويلات. يعني ايه التحويلات؟ يعني أنا ممكن أديك في السؤال المسافة بالكيلو وأقول لك هات لي السرعة بالمتر، يعني عايزة في الآخر الناتج بالمتر كل ثانية، وأنا مدياك كيلو ساعة مثلا. إزاي تحول بقى؟ واحدة واحدة. يلا احنا قلنا اهو، يلا المسافة يا إما بتتقاس بالسنتيمتر أو بالمتر أو بالكيلومتر. طيب لو عايزة أحول من سنتيمتر أو من متر الكيلو بعمل إيه؟ واحدة واحدة، صلى على النبي. الكيلومتر فيه كام متر؟ فيه 1000. يعني أنا عشان أمشي كيلو بمشي 1000 متر. طيب بعمل إيه؟ بصوا كده، خدوها قاعدة بقى. من الكبير للصغير اضرب، ومن الصغير للكبير اقسم. يعني الكبير بيضرب الصغير. انا على فكره انا الصغيره، فانا ايه عندي في البيت اخواتي الكبار بنلطش في بعضينا، بس هم اللي بيلطشوا. بقى قاعده في حالي في امان الله بشرب قهوه بعمل حاجه، اللي يعدي يقوم ايه يلا كده بدون سبب. فهو الكبير معروف بيعمل ايه في الصغير؟ بيضرب. طب الصغير يعمل ايه للكبير؟ بيقسمه. احنا ما بنسيبش حقنا، مش انا اللي اسيب حقي، انا بقوم اقسمه عادي. يبقى الكبير بيضرب والصغير بيقسم. طيب من الكبير للصغير اضرب، ومن الصغير للكبير اقسم. خلوها على جنب كده اهو، نكتبها بلون تاني احمريقه. يلا من الكبير للصغير بضرب، ومن الصغير للكبير بقسم. طب تعالوا نشوف. قلنا كيلومتر فيه 1000 متر. طيب المتر فيه كام سنتي؟ فيه 100 بس، 100 سنتي. طب يلا بقى، احنا قلنا من الكبير للصغير اضرب، ومن الصغير للكبير اقسم. يلا مين الكبير، الكيلو ولا المتر؟ الكيلو. يبقى انا من الكبير للصغير باللون التاني بقى، من الكبير للصغير هضرب. طب من الصغير للكبير هقسم. يبقى انا كده بضرب من الكبير للصغير، ومن الصغير للكبير بقسم. اضرب في كام؟ في 1000. اقسم على كام؟ على 1000. يبقى من الكيلو للمتر هضرب في 1000، من المتر للكيلو هقسم على 1000. طيب يلا كده المتر والسنتي مين اكبر؟ المتر. من الكبير للصغير بضرب، من الصغير للكبير بقسم.
المتر في كام سنتي؟ 100. يبقى من المتر للسنتي هضرب في 100، من السنتي للمتر، من الصغير للكبير هقسم على 100. في مشاكل؟ ما اعتقدش فيه، مفيش سهولة اكتر من كده. طيب دي كده المسافة. كان تاني حاجة عندي الزمن. عشان احسب السرعة كان لازم مسافة وبقسمها على الزمن. طيب الزمن 3 حاجات، يا ثانية يا اما دقيقة يا اما ساعة. واحدة واحدة يلا، نفس القاعدة. بس الأول الساعة فيها كام دقيقة؟ 60. الدقيقة فيها كام ثانية؟ 60. يلا القاعدة بتاعتنا، من الكبير للصغير بضرب، من الصغير للكبير بقسم. يلا من الكبير الساعة، يبقى من الساعة للدقيقة هضرب في 60. طب من الدقيقة للساعة، من الصغير للكبير هقسم على 60. طب يلا الدقيقة والثانية، من الدقيقة للثانية، من الكبير للصغير هضرب في 60. طب من الصغير للكبير، من الثانية للدقيقة هقسم على 60. في مشاكل؟ ما اعتقدش في حاجة صعبة في كل ده. طيب مسافة وزمن هقسمهم على بعض، هيطلع تالت حاجة معايا السرعة. السرعة قلنا ليها حالتين، يا إما متر كل ثانية لو حاجة بسيطة، أو كيلو متر كل ساعة. أحول بينهم بين بعض إزاي؟ مين الكبير؟ الكيلو متر كل ثانية. طب مين الصغير؟ كيلو متر كل ساعة كبير. طب مين صغير؟ المتر كل ثانية. طب أعمل إيه؟ نفس القاعدة، من الكبير للصغير أهو هضرب، من الصغير للكبير هقسم على كام؟ أو هضرب في كام؟ قال لي في رقم ثابت اسمه 5/18. ليه حسبة طويلة أنا مش عليا ومش عايزة أعرفها، كتر خيره إن هو مقالش عليكم. تمام؟ هعمل إيه؟ عادي جدا، القاعدة بتاعتي من الكبير للصغير بضرب، من الصغير للكبير بقسم في كام؟ في 5/18، أو بقسم على 5/18. طيب تعالوا ناخد مثال عشان نفهم. لو أنا مديالك مثلا السرعة ب20 كيلو متر لكل ساعة، عايزاها بالمتر كل ثانية. يلا أنا بحول إيه؟ من الكبير للصغير بضرب، أدي 20 أهو هضربها في السرعة. يلا كنت بضرب في كام؟ 5/18. الرقم اللي هيطلع وأنا حولت كده لإيه؟ لمتر لكل ثانية. مفيش أسهل من كده. تعالوا نشوف الأمثلة. هديكوا الأول مثال من عندي، بعدين نجيب أمثلة من الكتاب عادي، مفيش مشكلة. ماشي، مثلا جسم قطعة مسافة 40 متر في بلاش 40، ماشي خليها 40 في 120 ثانية. احسب السرعة بوحدة متر كل ثانية وكيلو متر كل ساعة. يلا هحسب السرعة. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. المسافة بكام؟ ب40 على الزمن 120. طيب 40 على 120، الرقم اللي هيطلع كسر. طيب الرقم اللي طلع ده كده أنا مطلعاه بالمتر لكل ثانية، عايزة أحوله لكيلو متر لكل ساعة. أعمل إيه؟ من الصغير للكبير بقسم. الرقم اللي طلع ده إكس أهو، هقسم إكس ده على 5/18، يبقى الرقم اللي هيطلع هنا من الناتج ده يبقى كيلو متر كل ساعة. في مشاكل؟ طيب تعالوا نشوف الأمثلة اللي هنا. ايه ده انا رحت فين؟ ماشي احنا كنا وصلنا لهنا.
وهنا التحويلات اهي. ماشي، قبل ما اخد دي عايزة احل معاكم على القانون الاول. فين مش جايب لك امثلة على القانون. خلاص انا ممكن ابقى اعمل لكم سنة تانية حصة ونحل فيها، بس نجيب الاسئلة الصعبة ونحلها مع بعض. بس هنا مثلا مثال اهو، سيارة بتقطع مسافة 100 متر في ثانيتين. يلا السرعة بتساوي مسافة على الزمن اهو، في حالتين مسافة 100 على الزمن 2 ادتني 50 متر كل ثانية. طيب هنا بيقول لي بقى ايه اللي هيحصل لو قطع جسم متحرك نفس المسافة في نص الزمن. يعني ايه؟ يعني الجسم ده مشي نفس المسافة هي بس خد نص الوقت. بعملها ازاي؟ بصوا كده، انا عندي السرعة بتساوي المسافة على الزمن. السؤال قال لي ايه؟ قال لي ايه اللي هيحصل لو قطع نفس المسافة في في نص الزمن. طيب هفترض رقم للمسافة. انا افترضت ان المسافة ب4، تمام؟ هفترض رقم للزمن، اي رقم بتحبه براحتك. هفترض ان الزمن ب2. طيب هو قال لي قطع ايه؟ نفس المسافة في نص الزمن. هفترض اهو فيه التانية، هو قال لي نفس المسافة يبقى ب4 زي ما هي. الزمن التاني قال لي ايه اللي حصل للزمن؟ نصه. نص الاتنين كام؟ 1. هجيب السرعة هنا والسرعة هنا واشوف ايه اللي حصل لها. يلا السرعة بتساوي المسافة على الزمن. 4 على 2 فيها 2. طب هنا 4 على 1 فيها 4. دي عينها. طيب بصوا كده ايه اللي حصل للسرعة. كانت 2 بقت 4، يعني زادت للضعف. تعالوا نشوفها في الكتاب اهو. احنا رحنا فين؟ مين اللي كده؟ مواعيد مين؟ امشي يا ابني. بصوا ايه اللي حصل لها. قال لي تصبح الضعف، يعني زادت للايه؟ للضعف. فقال لي تزداد سرعة الجسم للضعف. طب هنا جايبها لك تحفظها، ان هو لو حصل كذا كذا يبقى السرعة يحصل لها كذا. بتعرف تحفظ انجوي براحتك، متعرفش تحفظ زي حالاتي يبقى افهم عملناها ازاي. تمام؟ تعالوا نجرب في دي مثلا. استخرج جسم اهو ضعف الزمن لقطع نص المسافة. طيب يلا هفترض مسافة وهفترض زمن وهفترض مسافة وزمن. يلا المسافة هفترضها مثلا، مش عارفة ليه معلقة معايا 4 و2، مش مشكلة. هنا قال لي ايه اللي حصل؟ ضعف الزمن لنص المسافة. المسافة قلت للنص يبقى 4 بقت 2. طب ضعف الزمن، الزمن كان كام؟ 2 بقى 4. يلا كده نحسب. السرعة هنا 4 على 2 فيها 2. طب هنا السرعة 2 على 4 فيها النص. بصوا كده 2 بقت نص. زادت ولا قلت؟ قلت قد ايه؟ قلت للربع. يعني ايه للربع؟ 2 دي 1 و1 والنص نص واحد منهم، يعني ربعها. يبقى قلت تصبح ربع، يبقى تقل للربع. انا ما بحفظ، انا بفهم. افترض اي ارقام. تعالوا نجربها بارقام تانية مثلا اهو، ف وزين وف وزين. يلا ف مثلا هفترض انا اللي هي 8 وزين 2. هنا ف مثلا قال لي ايه اللي حصل لها؟ قلت للنص بقت 4. زين زاد للضعف بقى 4. يلا 8 على 2 فيها 4. 4 على 4 فيها 1. 4 بقت 1. 1 ربع 4 يبقى قلت برضو للربع. يبقى بأي رقم هتفترضه مهما كان ايه الرقم هيطلع معاك نفس النتيجة. يعني ما تشيلش هم بقى انا هفترض ارقام زي مس سهير، لا اي رقم. بس الاحسن زوجية عشان تسهل عليك انت ما تستخدمش آلة. بس هي في جميع الحالات هتدي معاك نفس النتيجة. يبقى انت مش شرط تحفظ، المهم ان انت تفهم بتعمل ايه. اخر حاجة خالص، انا كنت قايلة السرعة بتساوي المسافة على الزمن. هنا بيقول لي العلاقة بين المسافة والسرعة ايه، والعلاقة ما بين المسافة من السرعة والزمن ايه.
انا هحفظها لكم بطريقه سهله قوي. اللي فوق زيها واللي تحت عكسها. يا مس تاني، اللي فوق زيها واللي تحت عكسها. اللي فوق زيها واللي تحت عكسها. اللي فوق اللي فوق زيها واللي تحت عكسها. يعني المسافة زي السرعة، علاقة بينهم طردي، واللي تحت عكسها يبقى علاقة بينهم عكسي. يبقى أنا عندي السرعة والمسافة طردي. طيب السرعة والزمن عكسي. بس كده. في حاجة صعبة؟ مفيش، ولو في مفيش. طيب نوقف لحد هنا. الدرس مخلص، بس الدرس بصوا هيصة. هو هنا مسائل اهو، يعني دي كلها مسائل هتحلوها بقى، ونوقف لحد هنا. وفي عندكم تدريبات طبعا في الجزء ده تقدروا تحلوها، وانواع السرعة هناخدها الفيديو الجاي. طيب طالبة منكم ايه؟ طالبة نحل على طول، ما نراكمش علينا. الموضوع مش مستاهل ان نراكم حاجة. الدرس صغنطط اللي احنا خدناه، يعني خدنا جزء صغير وسهل. حل على طول. اي حاجة تقف معاكم ابعتولي. رقمي 010-162-72409. 010-162-72409. ده رقمي، وانا مس سهير كنت معاكم. باذن الله هنزل لكم على طول الفيديوهات اللي بعد كده، مش هتاخر عليكم. العسل ده. هتوحشوني. باي باي.